يا رب كلكم تكونوا بخير. كنت نزلت من اسبوع بوست لمعظم المنتجات بتاعتي، وقلت ان انا هعمل عنها ريفيو، ايه اللي عجبني وايه اللي ما عجبنيش. فحبيت النهارده ابدا معاكم باول منتج. طبعا انا من عشاق نيفيا وبيب جونسون وكمان ذا بادي شوب ومنتجات تانية، بس اكتر حاجه بحبها طبعا نيفيا. عندي منها منتجات كتيره قوي، وجربت من نيفيا حاجات كتير. وطبعا احنا عارفين ان هي شركه المانيه، وطبعا انا من عشاق ريحه الشوكليتس والكوكا بيتر، وكمان يعني بحبها جدا، مدمناها فعلا. فاللي مدمن الحاجات دي هيحب قوي الكريم ده زيي. الكريم ده ممتاز ممتاز ممتاز، مش هقدر اقول لكم غير كده بجد. يعني ترطيبه عالي جدا، يمكن اكتر حاجة في نيفيا ترطيب عالي قوي هو الكريم ده. انا استخدمت حاجات كتيرة، لوشن وكريمات وش يعني، او كريمات وجه يعني. فده اكتر حاجة عجبتني، ويمكن خلصته في اقل من شهر. العلبة 200 ملي. كنت بستخدمه للوجه والجسم بالكامل بعد الشاور، وبستخدمه للوجه قبل النوم. كنت بصحى فعلا من النوم احس ان بشرتي رايقة وهادية جدا، عاملة زي البيبي فيس بالظبط، يعني وجه الاطفال. الكريم ده اجمل حاجة فيه ان هو بيغنيكي ان انت تجيبي كبسولة فيتامين اي وتفضيها عليه. يعني في بنات عشان تحافظ على قوام الكريم وفعاليته، كمان عشان يديها ترطيب عالي، بتجيب الكبسولات وتفضيها. لا، ده بيوفر عليكي ان انت تجيبي اصلا الكبسولة، لان هي اصلا من ضمن مكوناته زي ما انتوا شايفين فيتامين اي وزبدة الكاكاو، هو للبشرة الجافة. بس انا شايفة ان هو يناسب يعني البشرات كلها ما عدا الدهنية. يعني هو البشرة الجافة والعادية، انما البشرة الدهنية يعني مش هينفعها قوي، لاني فعلا ترطيبه عالي قوي. لو حطيتيه وانتي بشرتك دهنية هتحسي ان بشرتك نفسها بترفضه، يعني تحس ان بشرتك مليانه ميه او بترفضه، فيها زيوت كتيره قوي. لكن هو لو بشرتك جافه، في خشونه في الكوع في الركبه، عندك مثلا علامات من اثر الحمل وكده وعايزه فعلا حاجه تهديها، هو ده مناسب قوي. انا جربته، يعني انا جربت بالمرز بزبده الكاكاو وقت الحمل، وقت بعد الولادة كمان كان ممتاز. بس فعلا لما جربت ده لقيته بديل لبالمرز. هو ده مش مكتوب عليه للتمددات، بس ترطيبه عالي قوي. فانت ممكن تستخدميه في فترة الحمل، وتسألي الدكتور برضو قبل ما تستخدميه، او الدكتورة اللي بتتابعيها. وبعد الحمل ممكن تستخدمي بالمرز، يعني ده كبديل ليه. فحلو قوي، وكمان بينعم. ومع الوقت هتحسي ان انت عندك توحد في اللون، يعني مع الوقت. هو مش مكتوب عليه كده، بس انا لاحظت كده، اني بعد يعني فترة حسيت ان في توحد في اللون الجسم. فده اللي انا حسيته منه. فاتمنى اكون افدتكم، واشوفكم ان شاء الله في ريفيوهات تانية. وما تنسوش بقى لايك وسبسكرايب للقناة وشير عشان الكل يستفيد، وتعليقاتكم طبعا، وعايزة تجاربكم طبعا في منتجات نيفيا عشان هنعمل عنها ريفيوهات كتير. واتمنى اشوف تجربتكم معاه لو حد جربه. واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديوهات ريفيوهاتي. مع السلامة.